شفت انت بقى التسريبات وجريت بسرعة على الموقع عشان تغير الكابتنة من على هالاند، او تشيل الاتنين هالاند وفودن وتركنهم دكة، بس تتفاجئ ان الموقع قفل وتاخد الصدمة كلها والجولة تتقفل من اول ما تبتدي. نتكلم بقى عن الماتشات الجميلة النهاردة، اللي حصلت النهاردة، والحمد لله في نصايح كتير. انا حرفيا انا كاستشاري رائع، لكن كفريق بتاعي انا مدمره. فظبطوني لايكات كتير 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 عشان استمر معاكم، ويلا بينا نبدأ. مبدئيا بعيد عن الهزار وبعيد عن اي حاجة، دي اجد كده. الموقع بجد والله ما عندوش ريحة الشفافية. هو دايما بيطلع الاخبار ان الموقع قفل قفل، مش عشان الشغل بتاع ان الناس كلها فاتحاه والكلام الهجص ده كله. الموقع كان قافل عشان بيقولوا ان كان موضوع الشفافية، وعشان لو حد ما تسربلوش التشكيل، طب في ناس كده مش عارف ايه. ده لا، ده كده كوسة. هي كده الديدلاين، يعني الديدلاين ليه ميعاد، انت مجبر عليه. يعني ما ينفعش انك تقفلوا لي قبلها ب 10 دقايق وربع ساعة. ده هزار. طب افرض في ناس عايزة تعمل تبديلة غير هالاند ملهاش علاقة بهالاند، واحد قاعد مستني عادي، يعني هو حر. هو مستني لحد اخر لحظة، هو حر. فدي حاجة لازم تتعلم منها. ان بجد خلاص فككم من موضوع ان انتوا تستنوا تسريبات، واعملوا التبديله بتاعتكم العاديه، على الاقل التبديله الطبيعيه. يعني مثلا ما تسيبش تبديلتك الطبيعيه لحد التسريبات، اعمل تبديلتك اللي هي انت اصلا عايز تعملها. وبعد كده لو حصل تسريب او اي حاجه، اعمل تبديله بقى مثلا بالسالب. خلص نفسك مثلا من فودن لو كان مصاب او كده، فاهمني. لكن ما تسيبش التبديل الوحيد بتاعك لحد اخر لحظه وفي الاخر يضيع عليك. وفي ناس حرفيا فرقها متشخرمه. بص على فكرة، متوسط النقط حاليا 13 نقطة. يعني بعد 5 ماتشات انا بصور، في يعني وماتش ايفرتون وليستر بيخلص 13 نقطة من 5 ماتشات. انتوا متخيلين الضحك؟ يعني انتوا متخيلين الضحك؟ والناس كلها مكابتنة هالاند طبعا، اكيد هو عمل حاجة وهو داخلين دلوقتي على الماتشات. بس هي الجولة بقى داخلة، يعني مش عايز اقول يعني لفظ داخلة داخلة علينا كده بيها. نبدأ بقى الماتشات، وأول ماتش معانا خزوق يولا، هبد يولا، حنيك يولا. المصيبة ان هو بيعمل نفسه ان هو فاهم، يعني عارف اللي هو بيلعب فولهام اندرياس بريرا. انا بلعب بيه على فكرة بلعب بيه. انت مقعده دكة، انا شايفك وانت مقعده دكة. لاعب عظيم. ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، لاعب عظيم. بصوا، بيجيب نقط حرفيا. بريرا تقريبا جايب نقط قد صلاح، اللي هو 13 مليون وهو بأربعة ونص. بجد عظيم، لاعب عظيم. يعني بجد والله كتر خير. يعني ابوك وامك يا اسطى، ده انت والله العظيم خيرك مغرقنا. المهم، جاب الجون الجميل بتاعه. طبعا بقى ايه، كارت احمر في كانسيلو. وافتكر بقى كلامي، افتكر ان انا على طول كنت بقول لك كانسيلو لا، كانسيلو لا. انا بتفرج بعيني، وسيبك من النقط، بتفرج بعيني. كل اللي عمله الموسم ده كان بلح، مش زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان حاجه جامده جدا ومفيش زيها، وكان ممكن يعمل اضعاف الارقام اللي عملها السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يعني كان السنه دي بلح بلح والله العظيم. في اسيست، يعني هو عامل مش عارف عامل كام اسيست تقريبا، اسيستين وجون او جونين. المهم يعني هو كان في اسيستين كان عامل لهم اون جولز، فاللي هو صباح الفل. هو مستواه وحش جدا. وحتى سيتي، انا قلت لك فولهام عادي جدا، وقلت لك في حلقه النصايح اللي انت ما اتفرجتش عليها، ها، قلت لك ان السيتي سهل جدا كليني دي. وكمان يعني ده كمان متروفيتش ما لعبش، وكمان يعني عارف اللي هو الجون دخل ومتروفيتش ما لعبش. طبعا ده الخازوق التاني ان متروفيتش بره القايمه اساسا، ما اعرفش ايه السبب، ايه اللي حصل. يعني ده النهارده لحد النهارده الصبح مفيش اي اخبار طلعت على متروفيتش في اي حاجه. فودن اخدت انت الخازوق، وبجد بجد انت لو لسه سايب فودن عندك يبقى انت بتهزر. انت الواد ده انت ارميه يعني في نفس باسكت الزباله اللي كنت قايل لك عليه قبل كده. حط فيه لعيبه برينتفورد وبرايتون اللي احنا داخلين عليهم دلوقتي، حطه في نفس الصندوق الزباله. دي بروين عظيم كالعاده. كان في جون هالاند. بص، عشان تعرف ان جوارديولا ده يعني مدرب فاشل وضايع، بيقعد يتحنيك. بص، لعب بالتشكيله العاديه بتاعته من غير هالاند وفودن الماتش بتاع ليستر. قعد يلعب 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 على ما فيش، في الاخر كسب بفاول 1-0. الماتش ده اهو 1-1 على ارضه قدام فولهام، اللي هو المفروض فولهام دفاعها ضعيف. 1-1 بالعافيه.
وهالاند يدخل، اول ما دخل جون تسلل كان اسيست دي بروين، راح في اخر الماتش ضربة جزاء كانت اسيست دي بروين وعظمه. فهم الحمد لله كتر خيرهم هما الاثنين. وجوارديولا بصراحه انا لو كان الماتش برضو انتهى 1-1 كنت هفرح فيه. يعني شخصيا انا معايا هالاند ودي بروين وكده، بس انا شخصيا كنت هفرح فيه حتى لو ما دخلش اي حاجه، عشان المدرب ده يتعلم بقى من الخوازيق اللي بيديها لنا. كان هيدخل فيه حته خازوق كان هيطلع من نافوخ. ندخل بقى على مين اللي لسه جايب سيرتهم، برايتون وبرينفورد. ايه رايك يا اسطى؟ ايه رايك يا اسطى؟ قلت لك ايه بقى؟ قلت لك برايتون وبرينفورد هتجيبهم، هتجيب لعيبتهم قدام في الماتشين دول. انت بقى فاكر ان هتطلع كلين؟ الفرقتين الكلين اتشخرم، فرقه دخل فيها اتنين وفرقه تانية دخل فيها اتنين برضو، وايه من فرقتين ميتين ما بيهاجموش، وولفرهامبتون ونوتنجهام. يا عم بص مش مصدقني، ادخل على الجدول هتشوفهم اضعف خطين هجوم في الدوري، جابوا جونين فيهم. ده مبدئيا. برينفورد توني كالعاده ما كانش موجود عشان موقوف، وحتى لو رجع لاعب ما بقاش ليه اي 30 لازمه حاليا. برايتون قلت لك تروسرد، قلت لك تروسرد ده لاعب عره، انت ما صدقتنيش. وبدا الجون الاول كان تروسرد اللي عمل الاسيست، وانت بقى في ناس جات لي وقالت لي يا عم حرام عليك عمل اسيست. بص جابوا 3 اجوان ما عملش غير الاسيست ده. هو كده تروسرد. انا قلت لك هو في الماتشات الكبيره ما بيجيب فيها، غير كده انساه انساه. يعني الاسيست ده احمد ربنا اصلا ان هو عمله لك يعني. باقي الاجوان اصلا لعيبه غريبه، ميتوما ولالانا وبرندفورد ويسا ومبويمو، حاجات عاهات يعني. وحتى اللي جايبين اجوان لنوتنجهام وولفرهامبتون عاهات برضو. فاللي هو ماتشين يعني بوظوا لك بس الفانتازي من الاخر، ما جابولكش اي نقط. وندخل على الماتش الجميل قوي، ليدز وبورنموث. قلت لك رودريجو، عارف رودريجو ما ولعش الدنيا قوي، بس جاب جون يعني، جاب جون، جاب جون. وقلت لك سولانكي، انا قلت لك سولانكي ورودريجو هيعملوا حاجه، جون وجون يعني. يعني في وسط ال4-3 برضه ممكن تحسها قليله، بس ده جاب جون وده جاب جون، احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر، لان اصلا الجوله دي ما فيهاش حد بيجيب نقط يعني. هي مع انها جوله مليانه جوان بس ما فيش حد يعني. كل اللي جايبين جوان دول لعيبه ما حدش يعرفهم غير اهلهم اصلا. فانت احمد ربنا يعني وبوس ايدك وش وظهر. وماتش ايفرتون وليستر، ايفرتون انا مصر على ان ندفعها كويس. ليستر جاب جون عالمي، تيليمانز جاب جون عالمي كان اسيست ماديسون. الماتش خلاص صدق عليه 20 دقيقة. اتمنى ان ليستر حتى تطلع كلين ونستفاد اي حاجة من الماتش ده، ويعني يطلع الافريج شوية عشان احنا كده ضايعين خالص. الماتشات بقى بكره هتبقى مولعه نار ان شاء الله. هعمل حلقه بعد الماتشات بقى بتاعت بكره. ظبطوني لايكات كتير 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 يا شباب لو عايزين نستمر معاكم. وفي حلقه، في حلقه توقعات كاس عالم، حلقه ممتعه جدا. في لعبه كده بريدكت لكاس العالم من اول المجموعات لحد النهائي. هتبقى حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله. استنوها الاسبوع ده وبس، ان شاء الله هتنزل بعد الحلقه بتاعت بكره يعني. ان شاء الله اشوفكم على خير.